خير الكلام ما قل ودل. تعرف الجملة دي قالت ليه؟ أو فين؟ أو مين اللي قالها؟ لو تعرف دي حاجة حلوة أوي، ولو ما تعرفش برضه دي حاجة حلوة أوي، لأنك ساعتها لو عايز تعرف هتسمع مني 30 جملة في 30 حلقة طول رمضان. أنا دكتور فويس محمد عادل، وده برنامج جملة مفيدة. السلام عليكم يا كل المستمعين الكبار والصغيرين، معكم دكتور فويس محمد عادل، ودي حلقة جديدة من برنامجكم جملة مفيدة. لما يجي واحد يكون دماغه ناشفة قوي ومصمم انه ينفذ اللي في دماغه، يجي واحد تاني يقول له جرى يا عم في ايه، هو حكم رقوش؟ صح. طيب لما يجي واحد تاني يبان ان هو عنيف شويتين او يعني ظالم شويه، اهم حاجه عنده ان اوامره تتنفذ زي ما كانت، والله حلوه وحشه ظلم عدل، المهم ان كلامه برضه يتنفذ. يجي واحد برضه يطلع ويقول له جرى يا عم في حرام عليه، هو حكم رقوش؟ الله، طب مين قرقوش؟ واشمعنى بنجيب سيرته في الحتت دي بالذات؟ هي دي جملتنا المفيده النهارده، حكم قرقوش. يلا بينا. قرقوش هو بهاء الدين بن عبد الله الاسدي المالكي، اللي هو بهاء الدين قرقوش. ده يا سيدي كان مملوكي زي الفل، عسكري مملوك، كان موجود في الشام، تدرج في المناصب لحد ما بقى قائد عسكري في الشام. بعد كده جه مع السلطان صلاح الدين الايوبي، بس قبل صلاح الدين يمسك السلطنه، ومع عمه اسد الدين شركوه الى مصر ايام ما كانت تحت حكم مين؟ الله ينور عليك، الخلافه الفاطميه. بهاء الدين قرقوش بعد ما وصل في المناصب ان يبقى معاون اساسي لصلاح الدين، لما الدوله الفاطميه انتهت والخليفه العاضد صلاح الدين الايوبي قضى عليه، حاول ان هو الموالين ورجال الخليفه العاضد يصوروا ضد صلاح الدين، فاللي تصدى لهم كان هو بهاء الدين قرقوش. يعني هو كان معاون لصلاح الدين، قضى على الثوره اللي حصلت بعد انتهاء حكم الخليفه العاضد، تحكم في كل الثوار الفاطميين، لم كل الفلوس والكنوز اللي نهبها الفاطميين من القصور، منع عنهم النساء، لم كل المساعدين والموالي بتوعهم ورماهم في السجن، يعني قبض على الثوره بايد من حديد. تمام قوي، ده كل ده عمله بقى الدين قرقوش. بعد كده فضل في خدمه صلاح الدين الايوبي ومسكوا كل زمام القصر، اي حاجه ليها علاقه بالقصر السلطاني كان ماسكها الوزير بهاء الدين قرقوش. ده غير ان هو اللي بنى قلعه الجبل بتاع صلاح الدين الايوبي، قال له هو اللي عمل لنا سور القاهره، وهو اللي عمل سور مجرى العيون، وهو اللي عمل كمان قناطر الجيزه، وفضل في حكم ديوان الدولة ومسؤول عن نظام القصر في الدولة الأيوبية، حتى مع أولاد صلاح الدين سواء كان العزيز عثمان أو المنصور محمد، وحكم مصر باسم المنصور محمد لأن هو كمان اللي كان واصي عليه. قال له يعني واحد يا جدعان بالحكمة دي، وإنه قائد من قوات الدولة الأيوبية وماسك زمام القصر كله وعمل كل الحاجات دي كلها، طب ايه حوار ان الناس بتطلعوا عليه ان هو راجل ظالم، او في بعض الاحيان طلعوا عليه ان هو ما يعرفش حاجه، او انه حكمه بيصل الى التفاهه والحماقه؟ طب ازاي؟ شوفوا يا اولاد، المصريين عموما او الشعب المصري يعني لما يكون في حاكم مستبد او قوي شويه، يعني ماشي بالالف والنون، الناس بتفش غلها انها بتطلع عليه نكت. ده مش معناه انه راجل وحش، هو بس الناس ايه بتحاول تنفس عن نفسها، فده جزء. فقالوا ان بهاء الدين قرقوش كان راجل ملتزم، ولكنه كان صارم جدا جدا لدرجه بتخلي الواحد عارف انت اللي هو ايه يتضايق، فالشعب المصري بينفس عن نفسه فطلع عليه نكت. دي حاجه تانية، ودي ذكرها واحد من اللي كانوا من يعني اعداء، او اللي كانوا في بينهم وبين بهاء الدين قرقوش عداوه، وهو واحد كان اسمه الاسعد ابن مماتي، فعمل كتاب اسمه الفاشوش في حكم قرقوش. وكلمه فاشوش دي هي اللي في دماغك، اللي هو ايه، يا راجل ده كلامه على فاشوش، ده حكمه على فاشوش، يعني تافه وهايف. فعمل كتاب بالفاشوش وعمل فيه نوادر بيوصف فيها الحكم بتاع بهاء الدين قرقوش، وان هو كان راجل ظالم وكان راجل هايف وتافه وما كانش ايه داري بالدنيا اللي حواليه. طيب منين صلاح الدين الايوبي اعتمد على قرقوش في كل حاجه، وكان وزير قوي في عهد دوله قويه وسلطان حكيم زي صلاح الدين الايوبي؟ ما هو لما قضى صلاح الدين مش هيجيب واحد تافه وهبل هيمسكه ده كله، وحتى بعد وفاته استحاله. فمن المرجح ان بسبب صرامته وقوته الناس طلعت عليه بعض النكت والنوادر. حاجه تانية بسبب الخصومه والعداوه اللي كانت بينه وما بين الاسعد ابن مماتي، راح عامل كتاب الفاشوش وقال لك كان مرازي فيه وطلعوا ان هو هايف وما فيش منه خالص وشوه صورته. حاجه ثالثه ان زي ما قلت لكم ان كان في بعض الظلم في حكمه وفي قراراته في بعض الاحيان، يعني ما
ماشي مظبوط قوي، ما كل واحد يا جماعه له مزايا وله عيوب. فالشعب المصري قال لك اما انفس عن نفسي واطلع عليه نكت، دي وارد ودي وارد ودي وارد. ومن هنا جت جمله حكم قراقوش، ودي كانت جملتنا المفيده النهارده. وقبل ما اختم معاكم هجيب لكم كام حاجه كده لطيفه من الكتاب بتاع الاسعد المماتي اللي هو الفشوش في حكم قراقوش، من النوادر يعني اللي كان كاتبها. بيقول لك يا سيدي ان في مره جه للحاكم قراقوش اتنين، واحد قال له لقراقوش يا مولاي الراجل ده عض ودني. قام الراجل التاني قال له والله يا مولاي ما عملت حاجه، الراجل ده هو اللي عض ودنه بنفسه وبيتبلى عليا. فقراقوش بص لنفسه كده وحاول ان هو يعض ودنه بنفسه، قال لك انا هجرب. فحاول يمين شمال مفيش فايده، هو بيحاول بيلف وقع من على الكرسي بتاعه فاتكسرت ايده. فراح جاي بص للراجل اللي هو قال ان هو عض ودنه بنفسه، قال له تعالى انت هيتحكم عليك بالسجن مره عشان كذاب، وفي مره ان انت خليتني احاول اعض ودني وكسرت ايدي، خدوه واسجنوه. دي حاجه تانية. واحد برضه كان جاي يشتكي ويقول له يا مولانا قراقوش الراجل ده انا ليه عنده فلوس دين يعني، ولكنه ما بيسددهاش خالص. فراح للراجل قال له يا راجل انت ما بيسددش اللي عليك ليه؟ قال له والله يا مولانا انا راجل على قد حالي، كل ما الم له قرشين واجي ادور عليه هديهم له ما الاقيهوش فاصرفهم. قال له تمام. راح جايب الراجل اللي هو اصلا له فلوس وقال لك حطوه وارموه في السجن لحد الراجل التاني ما يلم فلوسه، عشان لما يجي يسددها ما يقعدش يدوخ ويعرف ان هو في السجن ويجي يديله حقه ويطلعه. قام الراجل باصص له كده وقال له لا يا مولاي شكرا مش عايز فلوس، اجري على الله. وراح جاي جاري من قدامه. يعني نوادر غريبه جدا يعني. ناخد بقى اخر حاجه بقى. في يوم من الايام جه ناس للحاكم قراقوش فبتشتكي صاحب بيت وتطلب منه ان هو يقبض عليه ويحكم عليه بالاعدام. طب ايه اللي حصل؟ قال لك يا سيدي ان حيطه من حيطان البيت بتاع الراجل ده وقعت على ابنهم فقتلته. قال لا المهم اصلا ابنهم كان حرامي وكان بينط على الحيطه عشان يسرق البيت. المهم يا سيدي بما ان الراجل صاحب البيت عارف دماغ قراقوش المونونه دماغه تعبانه يعني، فقال له يا مولاي العيب مش عليا يا مولاي، العيب على البنا اللي عمل الجدار ده ويعني ما ادالوش حقه في البونه، هاته. المهم قراقوش قال لك هاتوا لي البنا. البنا جه قال له انت محكوم عليك بالاعدام لانك عملت الجدار ده غلط وتسبب في مقتل هذا الشاب الحرامي. قال له انا مالي يا مولاي، العيب مش عندي، العيب على البت الحلوه اللي كانت معديه في الشارع اللي انا بصيت لها فاتلخمت. قال له عندك حق، هاتوا لي البت. جابوا له البت. قال لا انت محكوم عليك بالاعدام عشان كذا وكذا. قلت له انا ذنبي يا مولاي؟ الذنب دوت في الحرير الحلو اللي كان معمول منه الرداء الجميل اللي انا لابساه فدخل في دماغ الراجل البنا فاتلخبط. الله عندك حق، هات لنا الراجل اللي باع لك الرداء الحرير. راحوا وجابوه. قال له انت محكوم عليك بالاعدام عشان كذا وكذا وكذا. قال له انا حقك عليا يا مولاي بس ماليش دعوه، العيب في الصباغ اللي صبغ الرداء باللون الحلو ده فخلى البت تعجب بيه وتشتريه والبنا يلبسه والبنا قصدي يشوفه وعينه تزغل. قال لك بس هاتوا لي الصباغ. جابوا الصباغ. قال له انت محكوم عليك بالاعدام. قال له ليه يا مولاي؟ الذنب مش ذنبي بس يا عين الصباغ كان طيب وما عرفش يدافع عن نفسه زي الباقيين، وقال لك بس هو ده اللي هنحكم عليه بقى بالاعدام، كفايه كده بقى. المهم يا سيدي هم طالعينه مشنقه، الصباغ ده كان طويل قوي فحاولوا يشنقوه ساعتها على المشنقه بتاعتهم يعني فما عرفوش، فقراقوش عفى عنه وقال لهم بس شوفوا لنا صباغ قصير ونعدمه مكانه. اظن يعني حاجات لو هتمشي في اطار النكته زي ما قلت لكم ان الشعب المصري بينفس عن نفسه تمشي، ولكن اذا كان تشويه واحد وشخصيه ذات قيمه زي الوزير بهاء الدين قراقوش فده مرفوض تماما. وده لو تلاحظوا شبه اللي احنا بنشوفه الايام دي من الناس اللي بتحاول تشويه الرموز وان هي تطلع الناس الكويسه بمنظر مش قوي عشان الناس بدل ما تقتدي بيهم وتمشي وراهم تضحك عليهم. انا كده قلت الراي ده والراي ده، والله يا اولاد والحكم في الاخر ليكم، ولو هتدوروا تبحثوا اقروا القصه واعرفوا. لو عجبتكم الجمله النهارده ادوا لايك وشير، ما عجبتكوش ما تقليش بقى ادوا لايك وشير، تطلع كده زي اللي قبلها اسمعها هتنزل كده مش هتلاقي حاجه ان دي اخر جمله. ومش عايز احكم عليكم بحكم قراقوش انك تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. كان معاكم دكتور فويس محمد عادل في جمله مفيده جديده. السلام عليكم.